قالوا ناس زمان اقلب البرمعة فمها تخرج الطفلة لأمها. وقالوا زمان شحال من العمايم فوق راس البهايم. وقالوا لا ذراع للخدمة ولا وجه للسعاية يعني للصرحة. أحلى صباح ولا أحلى مساء على حسب الوقت اللي تشوف فيه الفيديو تاع سمسومة القلمية. مرحبا بكم البنات في قناتي تاع روتيني البسيط في الريف. شرفتوني ونورتوني، ومرحبا بكامل المتابعات اللي دخلوا جدد، ومرحبا بكامل المتابعات الوفيات اللي لا يحبوني نحي ويتبعوا يدك. فيا من زمان ويدعموا فيا باللي كومنتير وباللي جام. ربي يعيشكم وربي يخليكم. نوصيكم بركة اليوم ديروا لي جام، بالك تنساوها يا البنات. البارح راكم نسيتوا كامل الجام. ديروا جام حبيباتي، كثروا التعاليق وتابعوا معايا لا فيديو. روتين يهبل مع وصفة صيفية هايلة. كما شفتوا في بداية الفيديو بعد ما فطرت بهذيك المسكوتة اللي شاركتها معاكم في الفيديوهات اللي فاتوا. ادخلوا القنوات بركة تلقاوهم. قنواتي وين تلقاوهم تحت هذا الفيديو في زر الاشتراك. رحت كان عندي زوز حبات تاع بيضنجال، زوز كعبات بيضنجال، حطيتهم شويتهم ساكن طولوا في الفريجيدار قريب فسدوا. قلت خلي نطيبهم ونسي هذه الوصفة معاكم ونعطيكم رأيي فيها. شويتهم يا البنات، انتم اللي عندهم عندها كونتيتي بزاف ولا عندها عائلة كبيرة، تفور البيضنجال تقشروا وتفوروا وتدير له الملح وتفوروا. انا غير شويتهم برك خاطر صغار البنات وقلال ما حبيتش نحط عليهم البرمة والكسكاس. المهم كي تفوريهم من بعد امعسيهم مليح كامل شغل رحيهم كيما نديروا البطاطا تاع البوراك، وحط لهم شويه معدنوس وملح وثوم. هذا مكان. ومن جهه خلاف ربيت الطماطم كيما شفتوا، درت لها الملح والثوم والفلفل الكحل والفلفل الاحمر والكمون اذا عندك، واذا عندك الرند حطي ورقه رند. قليها عادي البنات. هذيك البطاطا قليها عادي كيما اي عفوا هذيك الطماطم قليها عادي كيما اي صوص. هنا قاعده نعتلكم قلت لكم معدنوس ولا كرافس معاها ثوم وملح وبيضنجال. البيضنجال يكون طاب وزيدوا له شويه ملح البنات، خاطر كلا كان فورتوه شغل الملح هذاك يهبط في الكسكاس في البرمه، شغل يهبط في التفويره. يما لا زيدوا له شويه هنا خاطر الملح هو اللي بنن البنات. لكن جات مسوسه اكيد ما راحش تجي بنينه. هنا موجده العظام نزيد لهم البنات هذاك البيضنجال، زدت عليه شويه اعظام. نتوما صادي بوان الكونتيتي تاعي صغيره البنات، درت غير شويه برك وكفاتني خاطر ديجا البيضنجال يكون طلق الماء تاعو. ومن بعد نزيد معاه حتى زوز مغارف ولا 3 فرينة على حسب الكونتيتي تاع البيضنجال. شوفوا هنا درت هذاك شويه تاع البيض مع هذاك البيضنجال والثوم والمعدنوس راني نعاود لكم والملح باش تشفاو. ركزوا معايا. وزدت من بعد هنا بديت نخلط ومن بعد نزيد لها الفرينه بشوي. هنا درت لها من با زوز مغارف ولا 3 شغل نشفوها شويه برك، فهمتوني؟ والعظم ما تكثروش البنات هاني وصيتكم. ومن بعد هنا درتهم دوائر وهاني نقلي فيهم. درك نعتلكم كيفاه. تبعوا معي دوك تشوفوا كيفاه الطريقه. هاي كيفاه درتهم البنات. تهزي بالمغرف خاطر بيدك راح تكون شوي صعيبه العمليه، واذا حبيتوا تكوروهم بيديك مكوروهم يعني راح تكون تتلاصق شوي، بس هكا بزوز مغارف بالطريقه هذه راح تجيكم سهله. وقلت لكم ولا صوص نعاودها لكم، قلت لكم ريحه الطماطم تحبوا ترحوها في الاشوار يكون خير وخير. انا كي عادت كونتيتي صغيره البنات عليها درت كيما هكا ريحتها بالعراب برك. انتم لكن عندكم عائله كبيره ولا راح ديروا كونتيتي كبيره هي الوصفه بنينه تهبل يعني. لكن درتوا كونتيتي صغيره راح كامل يلوموكم ويقولوا لكم وعلاه ما كثرتوش على خاطر بالصح مليحه تهبل. قلت لكم ترحيوا الطماطم معاها الثوم معاها الملح الفلفل الكحل الكمون، وديروا الرند لكن عندكم الرند نسموها به. ودرت فيها ثاني شويه فلفل احمر خاطر الفلفل عكري كيما نقولوا خاطر الطماطم تاعي ما كانتش شغل حمراء بزاف، فهمتوني؟ هذا مكان هنا نقلي هذوك القريصات تاعي صغيرين كيما راكم تشوفوا. نحطوها على وجهها البنات كي نحطوها طيب ما نقلبوهاش نخليوها طيب مليح، لخاطر كنت تقلبيها وهي مازالت ما طابتش مليح على الوجه راهي تفسد. كي طيب مليح على الوجه الاول نقلبوها كيما هكا كيما راكم تشوفوا. نقلبوها تزيد الطيب مليح على الوجه الثاني ونهزوها ديريكت ما تكثرولهاش تقلب هك وهك. والزيت البنات هاكم تشوفوا درت قطره واحده تاع الزيت يعني ما تستهلكش الزيت بزاف وما تجيكش مزيته. وخير من اللي تروحي البيضنجال تقليه ديراكت، وخير من اللي مع البريشان ليسونسيال. الوصفه هذه راهي تهبل مهما نوصف لكم فيها يا البنات. كملوا برك معايا دوك تشوفوا الطريقه. هنا حبيت نقول لكم بلي اني ديجا حطيت فيديو عنده تقريبا ساعه في قناتي تاع سمسومه 24 بنت صبوحه.
حطيت فيها فيديو يهبل البنات. اليومين هذا راني غير نحط دو فيديو كل يوم. نحط في سمسومة القلمية 24 على 12:30 ننزل فيديو، وهنا في روتيني البسيط في الريف على 1:30 ننزل فيديو. نتمنى اللي ما شافوهش يروحوا يشوفوه، خاطر شغل نبدا الروتين في القناة تاع سمسومة القلمية ونكملوا لهنا، فهمتوني؟ كنت رتبت معاكم تحت البوطاجي، عطيتكم افكار للمراه المعفونه، للمراه الهامله اللي تظل تزنق، هاكم تعرفوا البنات. بالك تقولوا بار اكزومبل في الوقت هذا مازال كاين نساء معفونات، والله كاين يا البنات كاين. ومام في الفيديو اللي حطيته البارح وحكيت عن الموضوع هذا، كاين اللي قالوا لي يعني باللي يعرفوا صح في حياتهم. كاين ناس يعني في الواقع صح نساء، مشي ناس نساء هاملات ومعفونات، ونهار كامل معسين الناس وديار الناس ومشاكل الناس، ومخلين ديارهم هاملين وموسخين ومدودين. حكيت ثاني على المرأة اللي تعاون راجلها كي يكون يمر بظروف صعيبة. شغل جاوبت على تساؤل تاع واحد المتابعة. المهم هذه الحوايج كله اكثر راح تلقوها في الفيديو اللي حطيته بالك كيما قلت لكم تقريبا ساعه دركا، حطيته في قناتي تاع سمسومه 24 بنت صبوحات. رحموا على امي الغاليه، يا ربي يرحم ماما العزيزه ويرحم جميع موتاكم وموتى المسلمين. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ودركا هاكم تشوفوا في الوصفة قدامكم، ورانا نتحكى واعطوني آراءكم سواء في الوصفة ولا في الحكايات اللي حكيناها في الفيديو في التعليقات اللي تحت. ناقشوني ونسوني، راني نتونس بكم يا البنات. قلت لكم حبيباتي شفتوا المثل هنا، شوفوا زدرت شويه تاع عظام هنا، ما تكثروش العظام في لاصوص. هنا كي طابت لاصوص البنات زدرت لها الزيت، قلت مليح في الزيت. يعني في الاول تخليو هذيك الطماطم تطيب شويه، ومن بعد ديروا لها 2 مغرف ولا 3 زيت، تطيب مليح في الزيت، ومن بعد ديروا لها اعظام. ما نقولكمش عظمه 2 3 على حساب، ما تكثروش. انا نوصيكم برك ما تكثروش العظام باش تجي هكا سايحه، فهمتوني؟ شغل تجي لاصوص خفيفه ما تجيش ناشفه، خاطر كان كثرنا العظام اكيد راح تنشف هذيك الطوماط تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا قلت لكم البنات حبيت نحكي لكم على هذاك المثل اللي قلته في بداية الفيديو تاع اقلب البر مع فمها تخرج الطفلة لأمها، ولا اقلب البر مع فمها تخرج الجربوعة لأمها، ولا الهاملة لأمها، ولا الموسخة لأمها، ولا المدودة لأمها، ولا الزقية لأمها، ولا وجاه الشر لأمها. المهم على حساب واش كانت أمها، فهمت؟ الطفلة تخرج لأمها مهما كان البنات، مهما نكونوا صغار ولا نكونوا مراهقات، نكونوا متمردات شوية ولا هك ولا هك، بصح في الأخير كي تكبري وترزني وديري دار وديري وليدات راح تولي نسخة على أمك. صراحة ما نكذبوش على بعضنا، أنا هذه وجهة النظر تاعي. بار اكزومبل البنات نحكي على روحي انا، شوفوا الوصفه كيفاه جات يا البنات. تشهي تقولوا اللحم ما فيها فرماج، ما فيها اللحم، ما فيها كيما نقولوا دجاج، ما فيها والو يا البنات، ما فيها الطون، ما فيها والو، ما فيها والو، يعني غير مكونات بسيطه. بصح البنه ما نحكي لكمش والله يا البنات، البنه والخفه ننصحكم بزاف 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 بالعفسه هذية. وتقدروا ثانا شوفوا نعطيكم فكره، تقدروا ديروا مثلا هذوما القرصات هذوما تاع البيضنجال وتكثروا شويه لاصوص، اللي تكثروا لاصوص وتخفوها مليح وتحطوا فيها هذوما القرصات تاع البيضنجال، شغل تفرشوا لاصوص من تحت وتحطوا فوقها هذاك البيضنجال. هذه هي. ومن بعد هنا لميت الماعن وجيت نغسلها. شوفوا طيبوا حاجة صغيرة يتلموا عرمة معين، يتلموا عرمة معين. وانت يا للا ما عليك غير تنوضي تغسليهم وتحكيهم وتنظفيهم وتنشفيهم وتلميهم تخبيهم، ما تخليهمش مكدسين فوق البوطاجي. اسمعتي؟ ومن بعد تقولي يا انا ذي الكوزينه كرهت منها، انا ذي الكوزينه نريبها، انا ذي الكوزينه نجيب المص ونريبها، تقولي زعما باباك اللي بناها. المهم نظفي وفرزي وخبي ولمعي درك تشوفي كيف تزهالك الحياه وتولي تشوفي فيها جنه يا وجه الشر. اكيد حاشا متابعاتي الاعزاز، النظافات، المرتبات، الحافقات. المهم غالياتي قلت لكم يعني الطفله تخرج لامها، فهمتوا؟ ما
مثلا انا كي كنت صغيره، ما نقولش ما برك صغيره البنات، مي يعني قبل كيما نقولوا كنت مراهقه، ولا في مع الاول كي نقولوا كنت في العشرينات، كنت فهمتوني كي كنت في العشرينات، ولا كنت في قبل شوي العشرينات، كي تكوني تبداي مراهقه هكا وتبداي تتعلمي مثلا خدمه الدار. خلينا نحكيو على خدمه الدار، مثلا التنظيف والترتيب وهذيك. تشوفي امك كل يوم تنوض لازم الدار تتمسح يومي، تنوضي صباح تمسحي، تهزي الفراش تخبيه تطويه ديريه منا ما ديري هذيك، امسحي الغبره مثلا كل يومين ولا كل 3 ايام. وعندها مثلا تنظيف عميق مثلا مره في الشهر، فهمتوا كيفاه هكا. وهي رايحه ويجي الصيف لازمك تغسلي الفراش كله من. انا كنت نقول ماما علاه ظلي تعبي في روحك، علاه كل يوم نمسحوها كي كنت صغيره، كي غربت تقولوا عندي واحد 15 14، وعلاه نمسحوها كل يوم؟ والله صبح تنظيفه لبس عليها، والله هي نظيفه تشعل، خليها برك انني غلبانه كل يوم تقتلي في روحك، على بها مرضتي، على بها تعبتي، ربي يرحمها. بصح اليوم كي كبرت ودرت الدار ودرت الاولاد، حتى انا وليت مسؤوله على دار وعلى اولاد، عرفت وعلاه ماما كانت كل يوم تنظف في الدار، علاه ماما كل يوم طيب طيابها بكري، تقيل عليها القايله باش كي يروح بابا من الخدمه ونروحوا حنا من القرايه نلقاو الطياب طايب والدار نظيفه تشعل، كي تدخلي تحسي بالراحه. فهمتوا البنات؟ كي تنظف هذاك التنظيف تاع الغبره تاعي كل يومين 3 الدار تبقى ديما تبرق، يدخلك ضيف على غفله، ما من انتي تلقاي راحتك، خليني من الضيف وخليني من كلش، او انتي تلقاي راحتك في دارك، ذهنك يصفى، تولي تعرفي تخمي مليح، فهمتي؟ تولي نفسيتك مرتاحه، ولادك يكونوا مرتاحين. فهمتوني؟ مثلا نشوف ماما حاكمه دارها، كيفاه ما نظلش تدور من دار لدار، حاكمه قدرها، حاكمه سابحها، تنوض الصباح لهي غير بدارها، تفرز دارها، تتفقد المطارح، تتفقد الكنابي تاع الفراش. حنا عندنا في قلمه كنا نديروا الكنابي تاع الفراش، ومازال الدرك اللي يديروه الكنابي معمر بالجهاز هذاك اللي يجيبوا العروسه، هذا مطارح، هذو فراشات، هذو زوار، هذو كوفرويات، هذو تتفقدوا. تقول لك يا اختي بالك دخلت لي فيه الغروشه، بالك دخل فيه الفار، كل نهار واش تخدم، ديما شغله روحها بدارها، شغله روحها بصلاتها، حكمه سابحها. هذه هي المراه البنات، هذه هي المراه، ما نكذبوش على بعضنا، مهما تكوني قاريه ومهما تكوني خدامه ومهما تكوني معلمه ولا طبيبه ولا تكوني واش تكوني، بصح لازمك تكوني من جانب خلاف كي تروحي لدارك تكوني مراه كامله مكمله جامله مجمله. قال لك ما جاتنيش من الكامل المكمل، جاتني من الهامل المقمل. اللي ركزوا لي على الهامل المقمل. المهم شوفوا نرجعوا للروتين تاعنا. هنا جيت بعد ما غسلت الماعن مسحت البوتاجير رجعتها تشعل، وجيت مسحت الفريجيدير ونزيد نمسح الفور. شوفوا بعد الروتين هذا غدوه ان شاء الله راح نحط لكم روتين يهبل حتى هو تنظيف ترتيب. شوفوا بربي ان شاء الله غير الحيويه والنشاط. فهمتوني البنات؟ علاه بالفريجيدير يبقى طول نظيف، الفريجيدير يحلوه يقفلوه، مش غير انتيا في الدار البنات يتبقى يتوسخ. هاكم تعرفوا البنات مهما كان لازم تكوني واقفه طول على حاجتك، الكتروميناجي تاعك لازم تنظفيهم وتوقفي عليهم، يقطي جدد ولا قدام لازمك توقفي عليهم وتنظفيهم وتنقيهم مليح، وخاصة هذوك الزوايا الضيقين، خاصة الزوايا الضيقين نظفيهم مليح، والفريجيدار من الداخل كل يوم فوتي له مسحة، بالك ساحت فيه مرقة، بالك ساحت فيه ما على باليش انا كيما درك وقت الدلاع ليسونسيال البنات، بالك ساح فيه الماء، ديما تفوتي له مسحة خفيفة، تكون هذيك الطرشونة تاعك تاع الكوزينة تكوني غسلتها بماء ولا بماء وخل، وفوتي عليه مسحة خفيفة من الداخل، يبقى لك نظيف، يبقى لك نظيف ويبقى لك جديد. فهمتوني البنات؟ لخاطر كاين واحد الناس اللي يخليو بار اكزومبل الكويزينيير تاعهم ولا فريجيدير مثلا، خلينا نحكيو على الكويزينيير بار اكزومبل، الكويزينيير تاعهم يطيبوا عليه ويخلوه يطيبوا ويمسحوا له غير هذاك الحجر تاعو، هذاك وين تسيح القهوه ولا وين تسيح المرقه عفوا، هذاك ينحيوا له برك هذاك واش ساح فيه الفم، ويخليو هذوك الكوان نتاعو، احنا نقولوا الكانون، الكوان نتاعو يخليو هذوك لي بوطون تاعو اللي يحلوا يقفلوا، يخليو هذوك الحزور كيما نقولوا احنا حاشاكم، يخليهم يوسخوا يلموا الوسخ حتى تفضل الدنيا، ومن بعد تقول لك انا راح نطيشوا، اذاني حابه نطيشوا، امشي روحي تلعبي، واش تطيشي في سوق الكلاب، نوضي غسليه كما يديروا له بالمسخون والجافيل ولا بالمسخون والخل، انا نقول لك المسخون والخل وشويه تاع ايزيس، وجيبي خزم جديد وحكيه يرجع يشعل يا وحده الهامله يا وحده الموسخه اللي يسمعك تقولي نطيش الكتروميناجي تاعي ولا نطيش الكوزينيير، يقول الله 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 الله، كان بويها كل شهر يشري لها الكتروميناجي جديده. امشي وقفي من قدامي لا نعطيك الزربي
كون ما نعرفكش خروب بلادي نقول عليك بنان. خلينا في الروتين تاعنا حبيباتي. مهمة دابا مقاطع من الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تدخلوا القناة تاع سمسومة 24 بنت صبوحة، تشوفوا الروتين اللي حطيته قبيل وتشوفوا باقي الروتينات في القناة هذه ولا في القناة تاع سمسومة 24 بنت صبوحة. درك نحطها لكم هنا في اخر الفيديو هذا للي ما يعرفوهاش، واكيد راح تلقاوها في زر الاشتراك. واللي نسات جام دير لي جام 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 يا البنات. اللي يحبوني واللي ما يحبونيش ديروا برك الجام وكثروا لي تعاليق، ونحبكم ياسر ونموت عليكم، ونلتقي غدا بإذن الله. وهذه هي قناتي تاع سمسومة 24 بنت صبوحة، ربي يرحمها وينعمها، والسلام عليكم.